الموضوع اتحول من مباراة كرة قدم لمشكلة في الدين. Nacional de Egipto. زي ما انت سامع كده في بداية المباراة في النشيد الوطني لمنتخب مصر، الجمهور الأسباني اللي كان متواجد في المباراة صافرات استهجان على النشيد الوطني، هتافات مسيئة للمسلمين طوال المباراة تقريبا، والهتاف الأشهر اللي كان بيتقال من لا يقفز فإنه مسلم. والحقيقة أنا معرفش يعني إيه الشتيمة في كده، يعني ده شرف لأي حد إن هو مش هيقفز يعني. القفز ده للقرود بس، لا مؤاخذة، المهم ما علينا يعني. ونسيوا إن أهم لاعب عندهم كمان في المنظومة وفي الفريق مسلم، وده كان رده بعد المباراة. يعني ذكر ابن ذكر. وتقريبا الاداء اللي كان بيأديه امبارح كان تأثرا بالهتافات اللي في المدرجات، ده غير طبعا ان فتوح كان حاطه في جيبه، ولكن تأثرا بالهتافات اللي كانت في المدرجات كان اداؤه زي الزفت امبارح. ونسيوا ان هو مسلم. ويعني دي كرة قدم ودي ترفيه، ليه ندخل الدين في الموضوع؟ في ناس بتقول ان الموضوع له علاقة باللي ما يتسموش ومش عارف ايه، وفي كلام كتير كده بيتقال. ولكن المباراة اتحولت من شكل جمالي وكرنفال واحتفال ومباراة ودية جميلة، احنا اتبسطنا بعد ما المباراة خلصت بالتعادل وان احنا نزلناكم في التصنيف، لشتيمة ولقضية رأي عام بقى ومشكلة في الأديان والكلام ده كله. ومعرفش بصراحة الجمهور الأسباني وصل للحال ده من امتى.